يا فندم انا دلوقتي بكلم حضرتك عشان تحل لي المشكله مش عشان تقول لي الكلام ده. صدقني لو عايز البيزنس بتاعك ما يقعش لازم تبدا بخدمه العملاء قبل المنتج، ولا ايه؟ بالظبط كده، معاك حق يا درش. في دراسه اتعملت من زين ديسك بتقول ان العميل ممكن يدي فرصه تانية لمنتج ضعيف، لكن مستحيل انه يدي فرصه تانية لخدمه سيئه، وده معناه اللي بيكسب السوق مش اجمد منتج، اللي بيكسب هو اللي بيعرف يحتفظ بالعميل. وهنا بقى يجي سؤالنا، ليه خدمه العملاء اهم من المنتج نفسه؟ لان اول حاجه العميل بيشتري بالاحساس قبل المنتج. العميل عايز يرتاح، عايز يسمع انا معاك واقدر اساعدك، مش عايز حد يكلمه بنبره جافه او يطنشه. واما تاني حاجه العميل المتعصب بيخسرك اكتر من ما اشتراش. انت تعرف ان عميل واحد بس متضايق يبعد 10 غيره، وعميل واحد مبسوط يجيب لك 10 غيره من غير اعلانات. وتالت حاجه المنتج ممكن يتقلد لكن اسلوبك مستحيل يتنسخ. طريقه كلامك، احترامك، سرعتك هي اللي بتميزك عن 100 منافس وبتبني ثقه. ورابع حاجه رجل اعمال حقيقي فاهم ان خدمه العملاء مش قسم، دي استراتيجيه. يعني كل رساله، كل مكالمه، كل تفصيله هي جزء من صورتك قدام العميل، مش مجرد شغل يومي وخلاص. وخامس حاجه اللي عايز يكبر شغله بجد لازم يستثمر في تحسين التواصل، يفهم الاسئله اللي بتتكرر ويعلم الفريق انه يسمع قبل ما يرد، ويتابع العميل بعد ما يستلم عشان يعرفه انه مش لوحده. والنتيجه لما تعمل كده عملائك هم اللي هيجيبوا لك غيرهم، بدل ما كل يوم بتدور على عميل جديد. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.